السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أفادت العديد من التقارير الإعلامية برغبة لاعب نادي ليل الفرنسي أمين إمسوسة في تمثيل المنتخب الجزائري على حساب المغرب، ووفقا لما كشف عنه يوغرتا أي بيرسيان الصحفي المتخصص في اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة في خبر وصفه بالحصري، فقد أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب تواصل شخصيا مع مسوسة من أجل إقناعه باللعب لصالح أسود الأطلس. وأضاف المصدر نفسه أن الركراكي التقى بلاعب ليل في فرنسا بأحد الفنادق قبل أن يخوض المنتخب المغربي مباراته الودية أمام بوركينا فاسو، وعرض عليه فكرة اللعب مع أسود الأطلس، ولكن اللاعب لم يمنحه الموافقة النهائية بعد. وأبرز المصدر نفسه موقف اللاعب بخصوص المقترح المغربي، وقال بأنه يركز على مستقبله في النادي من أجل الحصول على أقصى وقت للعب، وينتظر بفارغ الصبر اتصال الناخب الوطني جمال بالماضي والالتحاق بالخضر. ويعتبر مسوسة من المواهب الصاعدة في نادي ليل الفرنسي، وترك انطباعا جيدا هذا الموسم، حيث قام بخطوة قد تقربه من المنتخب الوطني حسب الكثير من المتابعين، بعدما أقدم على متابعة الحساب الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر منصة إنستغرام، وهو ما يشير لاهتمام اللاعب بالانضمام لكتيبة بالماضي مستقبلا، وذلك على غرار العديد من اللاعبين الذي أشاروا بخطوات مماثلة عن وجهاتهم.